تعالي بقى لو عندك شوية خضار في التلاجة نعمل بيهم عشاء او فطار سريع وحلو جدا ومن الحاجات اللي موجودة عندك ان شاء الله. هنجيب طماطم ونقطعها مكعبات بالشكل ده، ودي طبعا مفيش بيت بيخلى منها ابدا. هنقطع كمية الطماطم اللي تحبيها، وبعد كده هنقطع عليها فلفل رومي وفلفل حامي بالشكل ده، وكمان معاهم بصلايه. معلش بقى هنلم شويه الخضار اللي في البيت وهنعمل بيهم وصفه حلوه قوي وهتعجبكم جدا. وكمان ما ننساش 3 4 فصوص من الثوم بيخلوا طعم الوصفه تجنن. ويلا بينا نبتدي في الوصفه على طول. وقبل ما نبتدي في الوصفه عايزه اقولك لو بتحبي الوصفات السهله والسريعه والبسيطه الاقتصاديه، سايبالك بقى لينك تطبيق في البايو او في اول تعليق مثبت هيفيدك جدا. هتلاقي فيه ابسط الوصفات واجمل الوصفات المكتوبه بعنايه بمقادير مظبوطه جدا وناجحه معاكي من اول مره. يلا بقى نشوف الطريقه بتاعتنا. بعد ما جبنا طاسه وحطيناها على النار، حطينا فيها شويه زيت ونزلنا بالثوم المفروم وبعديها البصل وشوحنا فيهم كده على نار عاليه، وحطينا عليهم شويه فلفل. وبعدين ضفت الحاجات اللي انا كاتباها لكم على الشاشه: معلقه كبيره من الصلصه، ومعلقه كبيره من الهوت صوص او التشيلي صوص، ملح وكمون وكزبره وبابريكا، ومعلقه كبيره كده من الخل. وهنقلب كل ده وننزل عليه بالطماطم، ونسيب الطماطم بتاعتنا لما تتسبك كده على نار هاديه وغطيها. اول ما تبقى بالشكل ده تبقى جاهزه معانا. هنضيف عليها بطاطس متقطعه ومتحمره في الاير فراير او في الزيت، مقليه يعني عشان محدش يقول لي متحمره يعني ايه. وفي ثواني الوصفه بتاعتنا بقت جاهزه وبألف هنا.